محيط بي، كانت طيب ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي، هذا أثر؟ أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر، لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم من السلطة الدينية إنه المكان ده سيستخدم للبدع والشرك ويسبب فتنة وكذا، حتى كانوا يرغبوا في إزالته. إزالته بمعنى تدمير الموقع بالكامل إزالته، ولكن اللي سويته اللي علي أنا سويته، رفعت المكان، درسته حسب بعض المعلومات اللي نعرف عن علم الآثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات، ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة حمام عام. صعب اني اقولها بس للاسف نعم. وده يعني ما ادري، يعني حس نفسي كثير ويلمني كثير بالاضافه لاشياء اخرى. هل الصدفه خلت في هذا الموقع التاريخي يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. لما صار المركب نساني، صاروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يتيم الولهانة، يتيم الولهانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر علاني، يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة، وتغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. نبينا أغلى أمنياتي، أزورك لو مرة بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا دوا. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا نبي الله. رسول الله الله الله
اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار.